يعرفوش كمدرب، نعم يعرفوه كلاعب سابق في المنتخب الوطني التونسي وفي فرق محترمة في اسبانيا وفرنسا كيما تولوز، مايوركا او فريق بلد الوليد، وكانت ليه كذلك تجربة في راسيكا الاسباني وكذلك في بعض الفرق في الدوري الانجليزي الممتاز. اذا مهدي النفطي كمدرب بدا مسيرته في 2016 مع فرق هاوي خلينا نقولوا او في الدرجه الثالثه الاسبانيه. اذا مهدي النفطي درب فريق ماربيلا اف سي في الدرجه الثالثه الاسبانيه، كانت الحصيله 14 انتصار 7 تعادلات ومثلها هزائم تقريبا، يعني كبدايه تجربه محترمه جدا لمهدي النفطي. التجربة الثانية لمهدي النفطي كانت مع فريق ميريدا اف سي في نفس الدرجة الثالثة الإسبانية. الحصيلة كانت سلبية 9 فوز 12 هزيمة و10 تعادلات ليكمل مشواره مبكرا مع الفريق هذا. والتجربة الأخيرة لمهدي النفطي كانت مع فريق باداجوس اف سي في الدرجة الثالثة الإسبانية كذلك، يعني مهدي النفطي بقى يدرب فقط في الدرجة الثالثة الإسبانية. آخر فريق 2019 2020 هو فريق باداجوس اف سي اللي نحكيو عليه، اللي مهدي النفطي كمل مسيرته معاه ب 16 فوز 7 هزائم و7 تعادلات. الرسم التكتيكي المفضل للمدرب مهدي النفطي هو 4-2-3-1 تقريبا، نفس طريقة لعب النجم الرياضي الساحلي في السنوات الأخيرة، وربما بعض التغييرات مع لومير أو في الفترة الأخيرة مع نوف الجبيل، هو اللعب 3 أكسيال في محور دفاع ليدوار حسب